ماتش الاداء والاختفاء. الاداء من نادي بيراميدز والاختفاء من نادي الاهلي. نادي بيراميدز يفوز على الاهلي 2-0 في ماتش سيء قوي، يعني لو في كلمه اكتر من سيء فهي الكلمه دي. طيب عندي كلمه واحده لازم اقولها، مستر روميرو او مسيو روميرو او بيقولوا عليك ايه. حضرتك دلوقتي في اتوبيس جميل هتركبوه بعد الماتش وهتوصلوا مطرح ما توصل. حضرتك دلوقتي عايزك اول حاجه لما تعملها لما توصل انك تنزل تروح النادي تلم حاجتك، تكلم مساعدينك تلمهم في شنطه هم كمان او حاجه، تكلم المدام والاولاد وتركب اول طياره وتروح اسبانيا. ويا ريت ما تجيش هنا تاني، ما تجيش تدرب في الدوري المصري وما تجيش اصلا زيارات، لان لو حد شافك مش هيرحمك، وساعتها مش هنساعدك، ساعتها هنبقى مع اللي مش هيرحمك. طيب النادي الاهلي في اداء وحش قوي بقالنا فتره، مش الماتش ده بس، مش معنى ان انت كسبت الوديات انك كويس، لا انت كنت وحش بقالك فتره. المشكله مش المدرب بس المدرب من كتر ما هو متذبذب، من كتر ما هو وحش، من كتر ما هو مش قاري الجيم، من كتر ما هو مش مدرب كويس، مش كفء للنادي الاهلي، خلى اللعيبه كده. خلى لعيبه من احسن اللعيبه اللي انت جبتها، لعيبه قويه وقلت انت هتعمل بيهم كل حاجه، خلاهم لعيبه وحشه جدا. اه في مشاكل في النادي الاهلي بس مش لدرجه انك تبقى وحش قوي كده. فانا شايف ان استاذ روميرو لازم يمشي، لازم نشوف حل بسرعه، لان هو كده وما كانش قادر في الدوري. امال في دوري افريقيا هنعمل ايه بقى كمان؟ ربنا يستر وهنشوف بقيه الدوري هيحصل فيه ايه، بس اول حاجه لازم روميرو يمشي يا جماعه. ده الحل لحد دلوقتي، وهنشوف ايه اللي هيحصل في بقيه الماتشات. وده كان رأي كوره،